كولر السبب والله العظيم. كولر بقى اخطر على النادي الاهلي من اي منافس بعد الاداء اللي شفناه من النادي الاهلي قدام الهلال السوداني. اقدر اقول بالفم المليان ان اكبر مشكلة في النادي الاهلي هي كولر المدير الفني للنادي الاهلي. كولر فلس كورة، كولر ما عادش عنده جديد يقدمه للنادي الاهلي، وقلنا الكلام ده من زمان ومفيش فايدة، وقلنا لازم مدرب تاني يجي يطور اداء اللعيبة. هو كولر عاوز ايه تاني؟ ده لبن العصفور مجلس الادارة جابهوله. ده احنا عندنا افضل واعلى لعيبة في افريقيا، مش بالكلام ده بالفعل وبالارقام وبكل حاجة. ولكن الراجل ده مش قادر يستخدم اللعيبة اللي عنده. الراجل ده كل الجماهير بتقول يلا غير، يلا نزل حد مكان حد، ومفيش فايدة. ما غيرش وما فاقش في المباراة الا في اخر ربع ساعة. اداؤه روتيني جدا، واقف على الخط مش عارف هو بيعمل ايه، مش عارف يدير المباراة، مش عارف يغير شكل المباراة. انت يا معلم كولر ليه في اول المباراة بتغير مكان اشرف بن شرقي؟ اشرف بن شرقي اهم لاعب عندك في الفرقة والورقة الرابحة، بتغير مكانه ليه؟ بتنقله من مكان لمكان ليه؟ رغم انك انت في المكانين يعني لو نقوله عندك حد فايق في المكان التاني مثلا في الوينج الشمال وبتحطه في الوينج اليمين مثلا كده ماشي، انما مفيش. ده انت حسين الشحات الورقة اللي عندك ومقعده بره. وبعدين حتى لما جيت تغير كنت سيب اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي كان كمل المباراة. اشرف بن شرقي في اي لحظة كان ممكن احرز لك هدف. جبنا الجون الاول وضيعنا فرصة عيب انها تضيع من اي لاعب في النادي الاهلي. الفرصة اللي ضيعناها بعد الجون ده وسام ابو علي لو اتلعبت له الكرة هيشوطها هيبقى الجون فاضي يعتبر. ضيعناها برعونة كبيرة جدا. وانت يا امام يا عاشور رجعت تاني تركز لي في شعرك اصفر واخضر واحمر، اهو اثر عليك. اهو واحدة من اسوأ المباريات اللي لعبتها. كنت سيء جدا في المباراة، ما كنتش مركز، معظم قراراتك كانت غلط وكانت خطأ. قلنا لك سيبك من شعرك وسيبك من الكلام ده وركز في الكورة بقى. انت لعيب كبير لما بتركز، انما تنشغل بشعرك ولون شعرك. اهو شفنا الاداء ضد الهلال، ما كنتش كويس. كمان يا عم كولر بتلعب في ارضك واستاد القاهرة وعاوز تحقق نتيجة كبيرة. ليه يعني؟ ليه نلعبوا باكرم ومروان؟ ليه نلعبوا بهم الاثنين في مباراة زي دي؟ طب ما تلعب بواحد فيهم مع امام وتزود القوة الهجومية عندك. كنت تبدأ بحسين الشحات مع اشرف بن شرقي. وحسين الشحات اللي بكل اسف السنة دي ما لعبش كرة ب3 جنيه حتى، مستواه نازل جدا، مستواه هابط جدا. ما فيش كرة بيلعبها حسين الشحات. حسين الشحات ما بيلعبش ب10% من مستواه اللي نعرفوه. ولا انت يا حسين يا شحات بتلعب وقت التجديد بس وبعد كده بتريح؟ مش عارف والله وما عنديش تفسير. كمان وسام ابو علي، يا وسام يا ابو علي انت ما جيتش السنه دي النادي الاهلي. ايه يا وسام يا ابو علي في ايه؟ كنت نجم الفرقه ونجم الدوري المصري ونجم الكره المصريه السنه اللي فاتت. السنه دي ما فيش خالص من اول الموسم، وادائك كان غريب جدا ضد الهلال. كل قراراتك غلط، لا عارف تباصي ولا عارف تستلم ولا عارف تاخد مساحة ولا حاجة خالص. حاجة غريبة جدا من وسام ابو علي، انا مش فاهم. كمان ثنائية وسام ابو علي وجراد الشار ديت مش نافعة بصراحة. جربناها مرة واثنين وثلاثة، لا هم يخشوا في منافسة هم الاثنين والافضل فيهم يلعب، ويبقى عندنا حلول تيجي من ورا وتيجي من الاطراف افضل 100 مرة. مش عارف اقول ايه بصراحة. بنحط نفسنا في مواقف بايخة. بقول لك كولر بقى اخطر على النادي الاهلي وعلينا من اي منافس. بقينا نخافوا من كولر ونعمله حساب لكولر ونقول ربنا يسترها من كولر. طب مش عارف في ايه بالظبط يا عم كولر؟ ما تركز شوية. عندك مباراة الهلال اللي هتكون في موريتانيا الاسبوع الجاي يوم الثلاث الجاي، وبعدها مباراة بيراميدز هيحددوا بشكل كبير جدا موقف النادي الاهلي وموقفك هتكمل معانا ولا لا. انما عليك مليون علامة استفهام. وبعدين بتريح اللعيبة فترات كبيرة جدا بتأثر عليهم. البدني زي الزفت في لعيبة الاهلي، مريحين 20 يوم او اكتر. وشفنا اللعيبة، في لعيبة مش قادرة تقف على رجليها من كتر الاجازات ومن كتر الراحات ومن كتر خيبة كولر. مش عارف انا في ايه. ياخد بعضه ويطلع على بلده ويقول للعيبة 3 و4 ايام واسبوع اجازة. مفيش كلام من ده بيتم في العالم كله، خاصة في الوقت الحرج ده اخر شهرين من الموسم اللي
اللي بيحددوا الموسم. الكاس انسحبنا لك منه، والرابطه لعبنا بالناشئين عشان نريحوا الفرقه، ومفيش اي جديد بصراحه. بقول لك كولر فلس، كولر انتهى، كولر ما عادش عنده جديد يقدمه للنادي الاهلي. والخطيب لازم يتصرف قبل كاس العالم، لازم يجيب مدرب تاني، سواء فايلر سواء اي حد، يطور الدنيا شويه. رجال اشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.